السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من كورس الكلمات. لسه مستمرين في ليفل B2. لو أنت مهتم باختبارات التوفل والآيلتس وكمان البيت، إن شاء الله تستفيد من الكورس ده استفادة كبيرة جدا جدا. زي ما تعودنا في كل حلقة بناخد مجموعة من الكلمات، بنتعلم النطق الصحيح للكلمة، بناخد الديفينيشن التعريف بتاع الكلمة، وكمان examples بتوضح ازاي نقدر نستخدم الكلمة دي في جملة. نبدأ الأول بكلمة بوسي. بوسي يعني ديكتاتوري أو متسلط، شخص ديكتاتوري أو متسلط. always telling other people what to do. ده شخص دايما بيخبر الآخرين بما يجب عليهم فعله، دايما بيقول لهم يعملوا ايه بالظبط. بص كده الاكزامبل ده. Granny is the problem. Granny is the problem. She's a bit bossy. She's a bit bossy. الجد هي المشكلة. ليه؟ فهي متسلطة بعض الشيء. وهنا a bit يعني بعض الشيء قليلا. bossy يعني متسلط. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة cast. cast يعني طاقم ممثلين. الطاقم بتاع الممثلين. All the actors in a film, play or show. يعني كل الممثلين في فيلم، في مسرحية، في عرض. بنسمي الأكتورز، كل الأكتورز اللي بيمثلوا في فيلم أو في مسرحية أو في عرض cast. After the final performance, the director threw a party for the cast. After the final performance, the director threw a party for the cast. يعني بعد العرض النهائي أقام المخرج حفلا للممثلين. نيجي بعد كده ل deceive. deceive يعني يخدع. To make someone believe something that is not true. تجعل شخص ما يعتقد شيء غير صحيح. أنت بتخدعه. The company deceived customers by selling old computers as new ones. The company deceived customers by selling old computers as new ones. هنا الشركة خدعت العملاء من خلال بيع أجهزة الكمبيوتر القديمة على إنها أجهزة جديدة. في deceiving للعملاء، هنا في خداع للعملاء إنك تبيع لهم الأجهزة القديمة على إنها أجهزة جديدة. بعد كده عندنا casual. casual يعني غير رسمي أو عرضي، حاجة بتحصل بالصدفة. not planned or without particular meaning or importance. حاجة ما هياش متخطط لها، حاجة ملهاش معنى معين أو ملهاش أهمية خاصة. ده معنى casual. بص كده. It was last summer when I had a casual meeting with someone. It was last summer when I had a casual meeting with someone. كان ذلك في الصيف الماضي عندما عقدت اجتماع غير رسمي مع شخص ما خططتش للاجتماع ده، لم يتم التخطيط لهذا الاجتماع. بعد كده عندنا decay. decay يعني يتلف أو يفسد، يعني to become gradually damaged or to cause something to become gradually damaged. يتلف تدريجيا أو التسبب في تلف شيء تدريجيا. إن الشيء هنا بيتلف بشكل تدريجي أو إنك بتتسبب في تلف شيء بشكل تدريجي. بص كده. Sugar makes your teeth decay. Sugar makes your teeth decay. السكر بيتسبب في تسوس أسنانك، بيعمل تلف لأسنانك. decay يتلف أو يفسد. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.